به يا ولاد، حتى المكنة عملتها معانا، ما كملش الزرع معانا يا ولاد. ايه ده يا ابوي، خلينا نقعمز زكسانة هنا، ما بيه نسوي. خبر ايه يا ابو؟ ما رحت من البيت قالوا لي قاعد في الزرعايه، وهني شغال اجيبها ندهان من اول الشارع ما قعدتش. حج مصطفى، حج مصطفى، وين يا ابوي؟ طب اشوف يكون قاعد قدام اخر الزرعايه. حج مصطفى، حج مصطفى. ايوه. حاج مين؟ علي. اهلا علي. بارك يا حاج. اهلا. اقعد. بارك الله فيك. الله يخليك، كيف اخبارك؟ والله الحمد لله. تشرب شاي؟ بارك الله فيك، تسلم الله يخليك. كنت يكفي موضوع عشمان خير يعني. خير ان شاء الله يا ولدي. خير باذن الله. انت زي ما انت عارف كثير اني دلوقتي شغال انا في شركه. بقالي دلوقتي كام سنه شغال بعافر. الله يسعدنا ويساعدك يا ولد. لحد ما ربنا كرمني وقدرت اشطب الشقه بتاعتي. طيب تمام، على خيرة الله. وزي ما انت عارف ضلك الواحد عايز يكمل نص دين. وماله؟ ليه لا؟ فوالله انا سمعت ان بتك اتفلت. فبصراحه مش هلاقي احسن منيكم يديني بتي. وجايني في القصب هنا في الزرع وعند المكنه. اما فين ابوك وفين اخوانك وماليش بيت؟ رحت لك انا البيت وقالوا لي في الزرع. رحت البيت وقالوا لك في الزرع، فجيت لك هناتي اشوفك. طب تعالي بعد المغرب في البيت حتى على الاقل نشرب كوبايه الشاي يا ابو اخوك. ما معلش عادها زي ما جات والله يا حاج. لا انت شوف ابوك واخوانك وعمامك وهناك يعدلها ربنا. احنا قلنا ناخذ رايك الاول بعد كده نبقى نجيك البيت. طيب رايي في القصب والمكنه ينفع يعني يا اخواننا؟ هو انا عارف ان الوقت والزمان مش مناسب هناك. ودي حاجه عدت علي. عدت عليك؟ خد بالك لغيرها. طيب تجوني بالليل في البيت تجيب ابوك واخوانك وعيال عمك واللي فيه خير يقدموا ربنا. هو كمان في حاجه ثانيه بصراحه. الوالد مش راضي. الوالد مش راضي؟ وجايني لوحده وجايني في الزرع. ايش هذه يا سجا؟ هذه يا نخله. ليه ما فيش انا عادي؟ كيف يا ابوي؟ افرض غلطت خد ذهبها بحته ولا كده ولا كده، هروح اقول له مين؟ ابوك حيقول له انا جيتك؟ عمك حيقول له انا جيتك؟ يا ابوي الذهب ده باجي مش عشان يفك زنقات. بيجيبوه ليه هم للعروسه عشان وقت ما تحصل ظروف بيفكوا الزنقه بيه. فك الزنقه وتقول لها روحي. لا انت دلوقتي بتتصرف في الليليه، هتروح لمين وتقول له اديني؟ لا انت تروح تجيب ناسك، غير كيف ما فيش الكلام ده. ما اقول لك الصراحه. والله انا هحاول اشوف الوالد واخوانك وعيال عمك ربنا يهديه ويجي معاه. امين يا رب. ما بستأذن عاد انا حد. طيب اتفضل تشرب شاي. بارك الله فيك. السلام عليكم. جايني مع نفسه وبعد كده يضربها ياخذ ذهبها يروح لناسه يقولوا لي احنا مالنا، احنا جيناك. اقول لهم لا مش حقدر اتكلم انا.